السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. عيد سعيد علينا كلنا جميعا يا رب. ربنا يعوض علينا بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله كده. النهاردة هنبدأ معاكم روتين التنظيفات. اول حاجة هنبدأها روتين تنظيفات المطبخ، وهنغسل مع بعض الشفاط كده، وهنعمل شوية تظبيطات في المطبخ وتنظيفات من المطبخ. يلا بقى تشجعي معايا لو ما بدأتيش. يلا كل سنة وانت طيبة. قومي يلا. نتحدى بقى الكسل، والنهارده كده طاقة إيجابية ونشاط. هنبدأ كده. عندنا بقى شوية عنب كده هنغسلهم. طبعا تغسلي بقى العنب كويس، وهنغسلوه بالخل علشان لو في أي أتربة أي حاجة. طبعا الخضار والفاكهة لازم يتغسلوا بالخل. تنقعيه شوية في شوية خل وشوية مية، وبعد كده تشطفيه كويس. وعندنا كام حتة مواعين كده هنغسلها مع بعض. هنبدأ كده نغسل المواعين قطعة قطعة كده، وبعد كده بقى ايه هنسمي الله بقى كده، ونبدأ ايه نعمل كده مع بعض بقى واحدة واحدة. كل عام وانتم بخير وبصحة وسلام. ويعود عليكم كده يا رب الايام بخير، وان شاء الله كده الايام دي ايام كده خير ايام الدنيا عند الله. نحييها كده بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونكبر ونهلل ونسبح. لان الايام دي خير ايام عند الله، وربنا وصانا بيها. والعشر والفجر وليالي العشر، ربنا ذكرها في القرآن الكريم. فاحنا لازم الايام دي نستغلها كده في العبادة، زي كده ما بنعمل تنظيفات وروتينات وكده. طبعا النظافة من الايمان برضو، زي ما بننظف وبنتشجع مع بعضينا، نشجع بعضنا على العبادة، ونشجع بعضنا على ذكر الله وذكر سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، والصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، عشان الايام دي لا تعوض. طبعا حبايبي كده كل عام وانتم بخير وبصحة وسلام وسعادة معانا. عيد سعيد علينا كلنا ان شاء الله، وعلى الامة الاسلامية جميعا، وعلى مصر كلها يا رب تبقى بخير كده وبسلام. زي ما انتم كده حبايبي شايفين، احنا دلوقتي بنغسل مع بعض شوية كده اطباق كده، على شوية كوبايات، على كام حاجة كده في المطبخ. وبعد كده بقى هنبدأ ايه واحدة واحدة كده ايه مع بعض. يلا بقى لو لسه ما بدأتيش، يلا قومي كده تشجعي وتنشطي وابدأي معايا. لسه في الوقت، معانا الوقت. اهم حاجة حبيبتي في تنظيفات العيد، اهم حاجة عشان تحسي ان شقتك نظيفة كده ومنورة وزي الفل، اول حاجة تبدأي بيها وتهتمي بيها. عشان كده انا بدأت معاكم بالمطبخ. اهم حاجة طالما مطبخك نظيف اول باول، ومواعينك اول باول كده نظيفة وبتبرق وبتلمع، هتلاقي كده كل بيتك هيبقى نظيف. طالما المطبخ نظيف انت خلاص بقى بتحسي كده ان كل حاجة عندك نظيفة في البيت. تبدأي كده بقى واحدة واحدة، ابدأي كده النظافة من مطبخك. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي معايا، انا بغسل كده بسائل الصابون، وبحط معاه الخل بحطه على سائل الصابون. بصي بقى بيلمع معانا الاستانلس وبيخليه بيلمع وبيبرق ازاي. بصي بقى نقطة الخل اللي اتحطت بتدي تعقيم وبتدي نظافة وبتدي تطهير للحاجة وتعقيم جميل جدا، وبتدي لمعة. بصي اللمعة بقى والجمال بقى والحلاوة. لو عايزة تلمعي اي حاجة ستانلس برضو في مواعينك، في الكوبايات برضو، الكوبايات اللي اتغسلت برضو اللي غسلتها دي برضو، انا في سائل الصابون بتاعي بحط مع المية وسائل الصابون بحط شوية خل لازم، عشان تديني لمعة وتديني تعقيم وتديني نظافة. ولو لا قدر الله حد عنده دور برد، عنده اي حاجة في البيت، طبعا ايه بتحد من انتشار العدوى، قاتل للبكتيريا. انتي بتعقمي وبتنضفي وبتلمعي. بصي بقى اللمعة، بصي اللمعة معانا كده بقت حلوة ازاي. شايفة اللمعة بقى من شوية الخل اللي احنا حطيناهم على سائل الصابون بتاعنا. بصي بقى النظافة واللمعة رجعت جديدة كأنك لسه جايباها دلوقتي. يلا حبايبي كده تشجعي بقى معايا كده، وقومي بقى لو عندك مواعين، عندك اي حاجة في مطبخك، عندك شويه فاكهه كده بقى ايه، زي ما انا عملت كده قمت غسلت شويه العنب عشان اسقعهم، علشان بقى ايه بعد ما اخلص بقى روتيني بقى كده اكافئ بقى نكافئ نفسينا بقى. قومي كده سقعي لك شويه فاكهه، خرطي شويه حاجه حطيها في التلاجة، عشان بعد بقى ما تتشجعي وتتنشطي كده وتخلصي اللي وراكي كله، تبداي بقى ايه تقعدي بقى ايه كده ايه تكافئي نفسك بقى كده، تقعدي ايه ترطبي بقى على نفسك في الجو الحر اللي احنا فيه ده. بصي بقى حبيبتي كده دلوقتي بقى بنغسل مع بعض كده البراد. بصي البراد برضو ايه مع سائل الصابون زي ما قلت لك، نقطه الخل هيديله التعقيم. بصي وهيديله اللمعه. بصي الخل ده اهم حاجه اساسي، الخل ده حياتي الخل ده معايا في التنظيفات.
اهم حاجه الخل بصراحه، بينظف ويعقم ويطهر وبيدي لمعه ويخلي حاجتك كده ريحه النظافه كده تبقى طالعه من مطبخك كده، والتعقيم من مطبخك كده زي الفل. وطبعا على قد الايد ومش مكلف وموجود في كل بيت يعني، في مستطاعات الجميع الخل، يعني حاجه ايه مش مكلفه خالص. انت بتنضفي وبتعقمي وبتطهري باقل التكاليف وباقل الامكانيات، وحاجه من مطبخك. هتغسلي بيه فاكهه زي ما غسلنا كده مع بعض العنب في الاول، اي فاكهه عندك اي خضار بتغسليه بالخل. البراد برضو بتاعك بصي اتعقم اهو اتغسل، بصي بقى بيلمع ازاي، بصي البراد رجع معانا جديد ازاي بشويه سائل صابون وبشويه الخل اللي احنا ايه حطيناهم على سائل الصابون. بصي بصوا حبايبي اللمعه، بصوا الجمال رجع جديد تاني. بصي كده تعودي بقى معايا كده ايه ان احنا ان شاء الله كده ننظف ونعقم ونعمل روتينات كده مع بعض ان شاء الله، نشجع بعض علشان ايه نتحدى الكسل. وعشان كده يجي بقى العيد كده يلاقي ايه ريحه النظافه كده تبقى طالعه من البيت كده، وايه يبقى كده البيت كله حيويه وطاقه ايجابيه وكله تعقيم، ويبقى كده بيتك كده زي الفل في اقل وقت ممكن وباقل الامكانيات. يعني ما تتعبيش نفسك، انت هتعملي كل حاجتك وتنضفي وتعقمي وما خدناش وقت. او غسلنا شويه، غسلنا المواعين بتاعتنا وغسلنا الفاكهه وسقعناها في الثلاجه وبصي وزي الفل. واوام ما تجهديش نفسك، يعني حاولي انت تنضفي وتعقمي حاجتك، وفي نفس الوقت ان انت ما تجيش على نفسك تعملي حاجتك. انت طالما ايدك اول باول في حاجتك صدقيني انت مش هتاخدي وقت، صدقيني انت حاجتك لو انت اول باول مواعينك متشطبه، مطبخك كده على طول انت ملمعه رخامتك، غسله مواعينك اول باول، يعني اول باول ايدك احنا كلنا بلا استثناء كل يوم ايدينا في كل حاجه، كل يوم لنا روتين كده في البيت صباحي وروتين مسائي. طالما ايدك في حاجتك كل يوم انت بتروقي وبتنضفي وبتعملي، صدقيني هيبقى سهل عليكي قوي التنظيفات. هيجي عليكي بقى عيد، يجي عليكي رمضان، يجي عليكي اي مناسبه، انت بيتك زي الفل باقل مجهود. ليه؟ لان انا كل يوم ايدي في حاجتي. بصوا بقى حبايبي، هنا بقى بنحط مع بعض شويه بريل، وبنحط طبعا الخل زي ما قلت لكم. الخل ده اساسي تحفه، يعني بستخدمه في كل حاجه، داخل معايا في كل حاجه، في تعقيم، في تنظيف، في غسيل مواعين، في كل حاجه. الخل طبعا مش مكلف وعلى قد الايد وموجود في مطبخنا كلنا. حطيت كده شويه سائل بريل، وحطيت شويه خل وشويه ميه، وحطيتهم في بوله كده صغيره. ومعايا كده الاسبونشه بقى بتاعتي. الاسبونشه دي بقى انا خلاص يعني ايه استعملتها في المواعين اللي انا غسلتها وخلاص، انا بقى ايه هغيرها. جبت اسبونشه جديده لو شايفين معايا محطوطه اهي في البتاع اللي على الرخام. ودي بقى خلاص هستخدمها في ايه، في تصبين بقى السيراميك بتاع المطبخ، لان خلاص بقى احنا ايه ما ينفعش بقى ايه بعد ما استخدمناها في السيراميك نستعملها تاني للمواعين. لا انا خلاص استعملتها للمواعين وكنت خلاص هغيرها. فايه جبت سبونشه اهي جديده زي ما حضراتكم شايفين جوه الصبونه اللي على الحوض. ودي بقى هبدا استخدمها في التنظيف بتاع الحنفيات بقى والسيراميك بتاع المطبخ. وبعد كده خلاص هنبدا نرميها بقى نستغنى عنها. انت برضو كل فتره حاولي ان الاسبونشه بتاعتك تتغير كل فتره، على الاقل من 3 ل 4 اسابيع، شهر بالكتير يعني على الاقل. طبعا هي مش مكلفه ورخيصه، فالاسبونشه دي اهم حاجه تكون متعقمه وتكون نظيفه، واول باول تغيريها عشان بتلم جراثيم وبرده بتلم دهون وبتلم حاجات من الاكل. فمن المستحسن ومن الصحي ان احنا نغيرها اول باول. دي برده من ضمن نظافه المطبخ ومن ضمن تعقيم المطبخ، عشان ما يجيلكيش ميكروبات، ما يجيلكيش اي حاجه. يعني هي حاجه ثمنها رخيص مش غالي، وهتوفر عليكي نقل بكتيريا، نقل ميكروبات. تتغير اول باول. هو هتغيريها هتستخدميها بقى في تصبين رخام، في تصبين سيراميك، وبعد ما تخلصي هترميها وخلاص، وانت جبتي بقى واحده جديده لمواعينك وحاجتك. بصوا بقى هنا حبايبي، نبدا مع بعض نصبن الرخام. بدانا كده صبنا خلاص السيراميك زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا بقى نصبن الفلتر ونصبن الرخام من حوالينا بشويه البريل وشويه الخل وشويه الميه زي ما قلت لك، بحاجات من البيت مش مكلفه. بصي ما خدناش 10 دقايق، غسلنا الفاكهه بتاعتنا في الاول، وبعد كده غسلنا الكوبايات والكام طبق اللي كانوا موجودين في الحوض والصينيه. بصي ما خدناش وقت. قومي كده تشجعي وتنشطي، وصدقيني انت طول ما انت ايدك في حاجتك اول باول، صدقيني انت مش هتتعبي،
يبقى حاجتك نظيفه باقل مجهود وباقل وقت، هتلاقي نفسك خلصتي وانجزتي وحاجتك دايما زي الفل، وهتلاقي ان انت مش بتتعبي. لكن لما تسيبي الحاجه تتراكم عليكي هتلاقي نفسك بتقفي، بدل ما تقفي 10 دقايق لا هتقفي ربع ساعه، بدل ربع ساعه هتلاقي نفسك واقفه نص ساعه وساعه وساعتين. طب وليه؟ احنا اول باول كده ايدينا في حاجتنا. انت بعد كل طبخه، بعد كل حاجه تلمعي رخامتك، تصبني حوضك، حنفيتك، بوتاجازك يتمسح اول باول، هتبصي تلاقي كده على طول دنيتك كده متلملمه من حواليكي، حاجتك نظيفه متعقمه. هتلاقي كده اللي يخش عندك كده يشم ريحه النظافه، وتلاقي بيتك كده كله نظافه وريحه النظافه طالعه من بيتك وكله طاقه ايجابيه. طبعا المكان كل ما يبقى نظيف كده ومتعقم يديكي كده راحه نفسيه، طاقه ايجابيه، تحسي كده ان انت ايه، قاعده كده في جنه، تحسي ان بيتك ده جنتك، بيتك ده مملكتك. انت تنضفيه كده وتعقميه كده يديكي راحه نفسيه ليكي ولولادك ولجوزك. تحسي كده وانت قاعده في بيتك كده نظيف، تحسي كده بروحانيات حلوه، طاقه ايجابيه، بتحسي كده ان انت قاعده ايه في مكان مرتاحه نفسيا. تخشي كده مطبخك تلاقيه نظيف ومتعقم ورخامتك حلوه ومتصبنه. بصوا بقى اللمعه، بصوا حبايبي بقى، بصوا شايفين بقى النظافه وشايفين اللمعه بقى، بصوا الجمال. وما خدناش وقت خالص. يلا قومي بقى كده تشجعي وتنشطي وخدي كده طاقه ايجابيه من الفيديو ده. وعايزه بقى تفاعل على الفيديو بقى، وعايزه لايكات، وعايزه كومنتات حلوه كده زيكم. ويا ريت بقى اللي مشتركش في القناه يشرفني كده بالاشتراك في القناه، ويعرفني كده ان هو مشترك جديد كده انضم لعيلتنا كده ونورنا كده وشرفنا. وعايزه رايكم بقى كده في الفيديو، ايه رايكم؟ يلا قوموا كده تشجعوا وقولوا لي بقى كده انا شجعتكم كده ولا لا. يلا كده نشجع بعضنا، يلا عشان كده نبقوا احسن عيله كده في الدنيا كده، وبيوتنا كلها كده يبقى كلها طاقه ايجابيه وحيويه كده، ونتحدى الكسل. يلا بقى كل عام وانتم بخير كده. يلا فاضل بقى يومين كده ان شاء الله كده على الوقفه يعني، وكده يومين على الوقفه او 3 ايام على الوقفه. يلا قدامك الوقت، ابدأي كده بمطبخك زي ما قلت لك. فاضل 3 ايام على الوقفه، وكل سنه وانتم طيبين. يلا كده ابدأي بقى كده من دلوقتي. يلا قومي كده تشجعي. اول حاجه تبدأي بيها مطبخك، لان اول ما تبدأي بمطبخك، مطبخك نضيف انت بيتك كله نضيف. مطبخك ومن بعد المطبخ بقى على طول الحمام. طول ما مطبخك وحمامك زي الفل انت شقتك زي الفل. خلاص بقى مش هيتفضل لك حاجه غير ان انت تشفطي الارض بمكنسه. هتبداي تمسحي لو عندك خشب هتمسحيه. هتغيري فرش السراير. هتبصي تلاقي خلاص الدنيا رقت من حواليكي وزي الفل. بصوا بقى كده حبايبي معايا الحوض بقى زي الفل اهو. بصوا الرخامه، بصوا الرخام معايا بيلمع ازاي. وبصوا الستانلس بتاع الحنفيه. بصي كده بقى الحوض معايا برضو هياخد تصبينه كده حلوه. طبعا احنا برضو بعد كل غسله مواعين، طبعا احنا بنصب من الحوض كل غسله مواعين، هيبقى حوضك كده دايما معاكي نظيف، يبقى سهل عليكي. بصوا بقى اللمعه، بصوا الجمال. بصوا بقى شويه الخل اللي احنا حطيناهم زي ما قلت لك في اول الفيديو، شويه الخل اللي احنا حطيناهم مع سائل الصابون مع شويه الميه، بيديكي بقى اللمعه وريحه التعقيم كده والنظافه. بقى حاجتك نظيفه وفي نفس الوقت متعقمه. انتي نظفتي وعقمتي وطهرتي، يعني 3 في 1، نظافه وتعقيم وريحه حلوه، كل حاجه 3 في 1 كده. بصوا بقى، بصوا اللمعه بقى كده، بصوا النظافه بقى. بصوا في اقل وقت، احنا ما خدناش وقت خالص. بصوا اللمعه بتاعت الرخام ولمعه الاستانلس. بصي الفلتر بعد ما اتمسح. هتبداي بقى برضو من ضمن الحاجات اللي بتدي لمعه برضو للحوض والحوض. بصوا من ضمن الحاجات برضو اللي عايزه اقول لك عليها اللي بتدي اللمعه، اي مسحوق جل، اي باكو مسحوق جل عندك او حتى بودر، اريال بقى، برسيل، اي نوع. ما تقيديش نفسك بحاجه، هتحطي شويه جل او سوا جل. انا كان عندي جل حطيت، عندك بودر مفيش مشكله. وبرده تروحي عاطسه كده تصبينه للحوض بتاعك بيه، بيدي لمعه وريحه تحفه، بيديكي ريحه وبيديكي لمعه في نفس الوقت. بصي بعد ما حطينا شويه الجل بتاع المسحوق ده، اي مسحوق عندك ما تقيديش نفسك بحاجه، سوا جل او بودر او جل او بودر. انا كان عندي جل فحطيت. بصي بقى بعد ما تصبن بقى الاول صبنته بالبريل والخل والميه، وبعد كده حطيت نقطه صغيره من مسحوق الجل اللي عندي، وبرده اديته تلميعه كده هو والحنفيه. بصوا يدي لمعه. بصوا اللمعه بقت حلوه ازاي، والنظافه، ريحه النظافه بقى تحفه. يديكي بقى ريحه النظافه كده، تديكي كده تشجعك بقى وتحمسك.
دلوقتي بقى حبايبي هنبدأ مع بعض نعمل البوتاجاز. بصي بقى البوتاجاز انا حبيت اسيبه كده علشان اعمله معاكم، عشان اوريكي قبل وبعد. بصي قبل كان عامل ازاي، ودلوقتي بقى نبدأ ايه مع بعض. هنصب ايه البوتاجاز. بصي كان فاير عليه قهوة كده في الاول، وكان مطرح الاكل وكده انا سبته، قلت عشان ايه اوريهولكم كده قبل ما يتمسح عامل ازاي وبعد ما يتمسح عامل ازاي. طبعا احنا هنعمله برضو باقل وقت وباقل التكاليف. طبعا احنا بعد كل طبخه بنمسح بوتاجازنا اصلا نضيف، فمش هياخد مننا وقت. زي ما قلت لك ايدك في حاجتك اول باول، مش هتتعبي، هتلاقي نفسك في اقل وقت خلصتي حاجتك ونظفتي. جالك عيد، جالك رمضان، جالك اي مناسبه، جالك اي حاجه، انت حاجتك كده اوريدي، انت كل يوم ايدك فيها، كل يوم انت ايدك في حاجتك وحاجتك زي الفل. فمن اقل وقت ومن اقل مجهود انت حاجتك هترجع تاني جديده، مش هتاخدي وقت. لكن لما تراكمي الحاجه عليكي وتسيبي حاجتك يا ما تنضفيش اول باول، لا هتتعبي. طب واحنا ليه؟ انت بعد كل طبخه، لو بعد كل طبخه كده لمعتي كده من ورا منك، هتلاقي بوتاجازك ده نظيف، لا هتحتاجي بقى خلطات ولا هتحتاجي بقى اي حاجات مكلفه. بص انا عملته برضو بالبريل والميه وشويه الخل في البوله اللي كانت معانا دي. بصي عملت البوتاجاز، ودلوقتي هعمل الحوامل. بنعمل الحوامل برضو بنفس الخلطه دي اللي معايا في البوله، اللي هي عباره عن سائل بريل، اي نوع سائل صابون عندك، اي نوع مش هتفرق يعني. ومعاهم شويه الخل للنظافه والتعقيم والتلميع زي ما قلت لك، وشويه الميه اللي في البوله معانا. وتبداي تصبني بوتاجازك وتصبني الحوامل وتصبني ايه كل حاجه ببوتاجازك، بتتصبن بالخلطه الحلوه اللي معانا دي. خلطه مش مكلفه خالص، كلنا عندنا سائل الصابون وكلنا عندنا الخل وكلنا عندنا الميه وحته السلكه. بحته السلكه كده بصي مش بتاخد مش بدعك قوي يعني. بصي مجرد دعكه خفيفه. بصي البوتاجاز راجع معايا بيلمع وراجع معايا جديد وزي الفل. ليه بقى؟ عشان احنا زي ما قلنا وزي ما اتفقنا ايدينا في حاجتنا اول باول. بعد كل طبخه انت كده خلاص خلصتي طبيخك كده وخلاص. قبل بصي بصي بقى المنتج ده سيترس. برضو اللي بعمل بيه برضو سيترس، بعمل بس القواعد بتاعه البوتاجاز اللي هي دي بس، دي بس اللي انا بعملها بالسيترس، بتتعمل بالسيترس. بصي بتسيبيها شويه بترشي عليهم سيترس، دول بس اللي انا بعملهم بالسيترس، اللي هو الزهر اللي هو بتاع البوتاجاز ده بس. والحوامل برضو انا صبنتها في الاول معاكم بميه وبخل وبسائل صابون، وبرضو رشيت عليها رشه خفيفه كده من سيترس برضو ايه يعني، عشان بقى العيد بقى كل سنه وانتم طيبين يعني وكده. بس هي ما كانتش محتاجه، بس انا ايه قلت زياده نظافه يعني بس. والبوتاجاز كله اتعمل بسائل الصابون وبالخل وبالميه بالبوله اللي انا كنت عاملاها معاكم من الاول. هما بس اللي انا عملتهم بسيترس الزهر بس بتاع البوتاجاز. بصوا بقى البوتاجاز رجع جديد، بصي اللمعه، بصي بقى رجع زي الفل مية مية. بصوا عايزين بقى لايكات بقى وتفاعل على الفيديو ده. بصوا النظافه، بصوا اللمعه، شايفين مكان بقى فوران القهوه ومكان اللي كان البقعه اللي كانت فيه كلها اختفت من شويه البريل وشويه الميه وشويه الخل. الخل على فكره بيضيع اي بقع اي حروق في البوتاجاز. بص كده بقى بدات اشطف الحوامل وبشطف الحاجه بتاعه البوتاجاز، بدات اشطفها. بص رجعت بتلمع ورجعت زي الفل ازاي، باقل مجهود وفي اقل وقت ممكن، ما خدناش وقت مع بعض. بصي الحاجه بصي رجعت تاني بتلمع ازاي. وزي ما اتفقنا بقى الايام دي نحييها بالذكر وبالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونذكر كده ربنا كتير كده وندعي ربنا. احنا في ايام كده استجابة دعاء، زي كده ما بنقوم نتشجع وبنعمل روتينات وننظف برضو ايه ما ننساش ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا في خير ايام الدنيا. وطبعا هيجي علينا يوم عرفة، احنا الايام دي كده نأهل نفسينا ليوم عرفة، يوم استجابة الدعاء وخير ايام الدنيا. ربنا كده يتقبل كده دعائنا ويتقبل كده صيامنا ويتقبل كل حاجة مننا حلوة. واي حد نفسه في حاجة يدعي ربنا ان شاء الله ربنا كده يستجيب كده ويحقق لنا كل امانينا كده ويبارك لنا في اوقاتنا وفي اولادنا وفي كل حياتنا كده ان شاء الله. بصوا كده بقى حبايبي خلاص كده. بصوا البوتاجاز بقى، بصوا البوتاجاز رجع بيلمع وبيبرق وزي الفل. بصوا كل اللي كان عليه بقى كده بصي رجع معايا ايه وما خدش مني وقت. وفي الاخر بقى بصي ده الجلانس او ملمع الزجاج، تبداي بقى تحطي كده على مرايه البوتاجاز. بصي بيديكي لمعه
بيديكي لمعه كده، ولو في بيشيل برضو الدهون، يعني بيساعد لو في برضو بواقي دهون او كده، بيلمع وبيعقم وبيشيل الدهون برضو. بصي اللمعه. وتبداي برضو تحطي على الازاز اللي فوق والازاز اللي تحت بتاع الفرن، وتبداي ايه بالفوطه دي. الفوطه دي على فكره حلوه جدا، حلوه جدا، وسعرها مش غالي على فكره، حلوه قوي يعني. برضو بتمتص كده الميه كده وبتنشف معاكي كده بسرعه، وبتحسي انها ايه بتنجز معاكي برضو. بصي اللمعه بقى وبصي النظافه. بصوا بقى هنبدا دلوقتي. بصي الحيطه بقى قبل كده ما تتعمل، بصي انا سبتها كده برضو علشان ايه اعملها معاكم، ما سايباها كده، قلت اسيبها شويه عشان لما اجي اعملها معاكم في الفيديو يبان قبل وبعد كده. بقى الحيطه بتاعتنا دي هنرش عليها ايه المنتج الجميل بتاعنا اللي هو سيترس، اللي هو المنجز بتاعنا. برضو سعره مش غالي قوي سيترس، يعني سعره في المعقول. وطبعا انت مش هتستخدمي كله، انت هتحطي بقى رشه كده، هو مجرد بتسيبيها من 3 ل 4 دقايق 5 دقايق بالكتير، وتبداي كده بسلكه، تبداي ايه باقل مجهود وباقل دعك. بصي الدهون كلها هتلاقيها بتطلع، بصي هتلاقي الدهون كلها بتطلع معانا. هو بصراحه منتج جميل جدا ومنجز، انا جربته. وطبعا اي حاجه حلوه انا بجربها او بعرفها، او اي معلومه بحب اشاركها معاكم وبحب اعرفها لكم عشان الكل يستفيد، يعني كلنا نستفاد من بعضينا يعني. بص بقى، بصي الدهون كلها طلعت. بصي بقى الحيطه بقى السيراميك بدا يلمع معايا ازاي. بصي بدا يبان بقى كده بعد ما الدهون بتاعته كله ساحت من السترس. بصوا بترشي، وبعد كده باي فوطه عندك كده بتروحي مسحه بقى كده تنشفي. تبصي تلاقي بقى ايه الدنيا بقى بتبرق كده معاكي، ومطبخك كده يرجع تاني زي الفل، زي ما قلتلك باقل مجهود. ودلوقتي بقى حبايبي هنبدا بقى ايه نعمل بقى الشفاط مع بعض. بصي الشفاط بقى قبل كان عامل ازاي. برضو انا سبته برضو معايا، سبته شويه، مرضتش اعمله، سبته فتره كده علشان قلت ايه اعمل معاكم الفيديو بيه، يعني عشان تشوفوا برضو كميه الاتساخ كانت قد ايه ونضف بقى قد ايه. برضو هنعملوه ايه بسترس اللي هو المنجز بتاعنا. بصوا هتبداي كده ترشي على الشفاط بتاعك، تبداي كده ترشي تغلغلي كل السترس كده فيه. بصي تبداي كده ترشي حته حبه حبه كده بالراحه. بس هتلاقي بقى الدهون كلها بقى، كل الاتساخات والدهون دي تبدا ايه انها ايه تسيح بقى وتنزل بقى كده معاكي باقل مجهود وباقل مسح كده واقل دعك بسيط. هتلاقي ايه الدهون دي كلها بدات ايه تنضف وتنزل معاكي يعني. وهتبداي برضو ترشي هنا برضو كده، ترشي كده حبه حلوين، وهتسيبيه بقى من دقيقتين لتلاتة، سيبيه 5 دقايق، يعني من 3 ل 4 دقايق 5 دقايق بالكتير. وتبداي بقى بصي بدات الدهون بصي تنزل ازاي من بصي دعكه خفيفه. انا مش بدعك، انا بصي يعني مجرد بس ضغطه خفيفه بالسلكه، سلكه ناشفه. بصي بتبدا الدهون تنزل، ويبدا ايه ينضف بقى معاكي كده ايه بسهوله. بصي اهو، بصي بدا يلمع اهو معانا، وبدات الدهون ايه تسيح من عليه. بصراحه منتج تحفه جدا ومنجز قوي في ازاله الدهون، حلو قوي في الشفاط وفي في الحيطه اللي هي جنب البوتاجاز برضو، بحكم ان احنا بنقلي كتير، او مثلا شوي بتشوي، او بتقلي بطاطس، بتقلي سمك، بتقلي الحاجات دي كلها، بتتراكم الدهون بتاع الزيوت ودهون. تبقى اكتر حاجه الشفاط والحيطه اللي بتبقى مثلا جنب البوتاجاز او ورا البوتاجاز، هي اكتر حاجه بتبقى محتاجه ان ايه تتنضف بحاجه كده زي السترس، يعني بتنجز معاكي في الوقت والجهد. بصي بقى مجرد بصي دعكه خفيفه خالص بسلكه ناشفه، بتبدا الدنيا تبان معاكي، ويبدا الدهون كلها تنزل. وتروحي شاطفه كده ايه شاطفه خفيفه كده بالحنفيه. بصي بقى رجع تاني زي الفل، رجع جديد بيلمع بيبرق زي الفل. هنبدا بقى هنا كده خلاص، هتبداي برضو تشطفي هنا. بصي مجرد بصي مسحه خفيفه خالص، بتلاقي الدهون كلها بصي بدات تنزل ازاي معاكي، ما خدتيش لا وقت ولا جهد ولا تعبتي ولا اي حاجه. وبصوا حبايبي الفرشه دي تحفه قوي، حلوه قوي، سعرها رخيص قوي، التلاته تقريبا ب10 جنيه، بتتباع عند اي حد من بتوع المنظفات. انا عملت طبعا في الاول بالسلكه الناشفه، طلعت كل الدهون بيها، وطبعا هتترمي بقى خلاص. عشان بقى تستعملي بقى الفرشه دي، هتساعدك ان انت تخشي جوه الفواصل اللي هي اللي بتاعه الشفاط دي، محتاجه الفرشه الصغننه دي ان هي تخش جوه ايه الفواصل، بتنضف لك الدهون اللي من جوه بقى. بصي حاجه بسيطه كده ضغطه خفيفه عليها. بصي بدا بقى يبان معانا، وبدا ينضف معانا، وبدا يلمع. بصي النظافه،
بصي بقى كده النظافه، بصي بقى قبل كان عامل ازاي وبعد ما استخدمنا السترس بتاعنا بقى عامل ازاي، رجع تاني جديد. بس ودلوقتي بقى نبدأ نغسل بقى الفوطة بتاعتنا كده اول باول كده عشان ترجع تاني نضيفة وزي الفل، عشان لما نستخدمها في اي حاجة تانية تبقى نظيفة كده ومتعقمة كده معانا، ننزل منها اي حاجة كده اول باول كده. اي حاجة تستخدميها كده تتغسل كده اول باول وتتعقم اول باول، صدقيني هيسهل عليك. ودلوقتي بقى حبايبي هنبدأ ايه نلمع كده وننضف القلموتيل كده بتاع المطبخ، دواليب المطبخ، قلموتيل الدواليب بتاعة المطبخ. بصي هنبدأ نلمعها بالملمع الزجاج. طبعا انا كنت منضفاها قبل كده من فتره قريبه، كنت مصبناها. طبعا مش كل فتره هنقف نصبن بقى يعني، طالما هي نظيفه معاكي خلاص. يعني مره تصبنيها بميه بسائل صابون برضو وخل وميه، ومره بقى لما انت تكوني اصلا منضفاها مثلا وهي نظيفه معاكي وانت مصبناها من قبل كده بملمع الزجاج، بتروح زي الفل. بيشيل اي اتربه، بيشيل اي دهون، بيشيل اي بقع، وبيرجعها لك بتلمع وبتبرق. ملمع الزجاج بصي بترشي كده. وبالفوطه الحلوه بتاعتنا زي ما قلت لك، الفوطه دي حلوه جدا، بتلاقيها برضو عند اي حد من بتوع ادوات المنزليه، حلوه ومنجزه، بتسهل عليكي برضو. بترشي كده وتروحي ايه مسحه، بصي بتشيل معاكي اي اتساخات، اي دهون، اي اتربه، اي زيوت، بتساعدك. طبعا هو زي ما انا قلت لكم كان نضيف معايا من قبل كده، كنت عاملاه برضو بسائل صابون وشويه خل وميه، وكنت مصبناه قبل كده. طبعا هو نضيف مش محتاج، فانت بتعمليه انت برضو ايه، تلميعه كده بسيطه. انت برضو لو عايزه تنجزي وحاجتك نضيفه زي ما اتفقنا، احنا ايدينا في حاجتنا اول باول، بننضف حاجتنا اول باول، فاحنا مش هنتعب، مش هناخد وقت. فبملمع الزجاج كده هنخلي القلموتال ودواليب المطبخ بتلمع وبتبرق وزي الفل. بصي بيخلي بيلمع معانا ازاي وبيعقم، وبصي بينضف، في نسبة تعقيم، في نسبة تلميع، بيزل البقع، بيشيل الدهون. فبصراحة اختراع يعني حاجة حلوة جدا، حاجة برضو انا جربتها عن تجربة فحبيت اشاركها معاكم عشان اسهل عليكم. زي ما قلت لك انا هشارك معاكي اي حاجة كويسة، اي منتج كويس انا جربته، اي وصفة، اي حاجة انا جربتها كويسة بتنجز معايا، فانا هقولها لك عشان تنجز برضو معاكي. بصي ما خدتش وقت، بصي زي الفل، دواليب مطبخي اتلمعت وتعقمت، ولو في اي دهون اتشالت بصي رجعت تاني جديده زي الفل. ما خدتش لوقت، انت بترشي وبتمسحي، بترشي وبتمسحي، لا زروطه بقى صابون بقى ولا دعك ولا ميه ولا اي حاجه، على الناشف رشي وامسحي، حاجتك هترجع زي الفل وجديده باقل مجهود وباقل وقت ممكن. بصي اللمعه بقى، بصي النظافه، بصي بقى اللمعه وبصي النظافه وبصي الجمال. بصوا بقى، بصوا بقى كده يا حبايبي، بصوا بقى ملمع الزجاج عمل ايه بقى في القلموتال ودواليب المطبخ، خلاها بتبرق، خلاها بتلمع كده من النظافه. انا منتج كده جربت الطريقه دي ولقيتها تحفه وبتنجز معايا في الوقت وبتخلي الدنيا زي الفل. لا ميه بقى ولا زروطه، مش كل مره هنزروت بقى الدنيا بميه وصابون، مره ومره، مرتين ومره، يعني الانجاز للوقت، وبتخلي الدنيا زي الفل، بتطهر وتعقم وتشيل البقع وكل حاجه. وبرده ملمع الزجاج ده بنلمع بيه الرخامات، تحفه في تلميع الرخامات يا بنات، تحفه. بصوا بقى بترشي وتمسحي بعد انت خلاص صبنتي رخامتك. في اول الفيديو خالص صبناها مع بعض بالخل ووسائل الصابون والميه، انت بس بتديها اللمعه، ترشي كده عشان تديها اللمعه. تلاقيها بقى بملمع الزجاج ده الرخام بتاعك يرجع يبرق، بيبرق من النظافه والاستانلس بتاع الحنفيات والحاجات دي. جربي الطريقه دي وقولي ايه رايك في الكومنتات بقى كده، وقولوا لي ايه رايكم، وعايزه بقى دعوه حلوه. دلوقتي كده خلاص بقى بلمعنا الرخام، هنبدا بقى نرص حاجتنا كده واحده واحده. نبدا بقى نرص الحاجه كده بقى، بصوا بقى النظافه بقى واللمعه وريحه النظافه بقى كده. يلا بقى لو ما بداتيش يلا قومي تشجعي كده وتنشطي وابدأي. قولي لي ايه رايك كده في الكومنتات بقى في الفيديو الحلو ده، وايه رايكم كده في المنتجات اللي انا قلت لكم عليها. بصي وتبداي كده بقى تلمعي كده ايه، كل حاجتك كده تبقى متلمعه كده ومتعقمه. بصي وخلاص كده ايه، بصي احنا بقى ايه نبدا بقى كده ايه، لو في نلملم اي حاجه كده في الارض، تبداي كده تكنسي الارض بتاعتك. طبعا انا ايه كنت زي ما قلت لك كده في الاول، احنا حاجتنا اول باول كده متعقمه. بصي وتبداي بقى خلاص بقى انت خلاص خلصتي
وكنستي ونضفتي ولمعتي، بتبداي بقى ايه تعطري بقى مطبخك. بصي الجمال بقى والنظافه، شايفين؟ بصوا حبايبي، ايه رايكم؟ عايزه بقى رايكم في الكومنتات، وعايزه لايكات وتفاعل على الفيديو ده، وعايزه بقى رايكم في الكومنتات كده وتقولي لي ايه رايكم في الفيديو. يلا بقى تشجعي معايا وتنشطي. بصي الجمال وبصي النظافه. بصي يلا بقى، عايزه تفاعل على الفيديو ده وعايزه لايكات كتير كتير كتير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد. وكل عام وانتم بخير، وعيد سعيد علينا كلنا، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.